حبيبي دائما. اعتقد انه بقى من كلاسيكيات السينما. نعم، يمكن نوقف عند حبيبي دائما، يعني هذه اللي ممكن نقول عنها الأسطورة الرومانسية في السينما العربية. لحد اليوم يتعرض هذا الفيلم وفي كم يعني مكثف من المشاعر، قصة حب جميلة والكادرات الجميلة، الأزياء، يعني تحفة فعلا فنية. ما شعورك وأنت تشاهد هذا الفيلم اليوم، وربما تتسابق اليوم الأقنية الفضائية في عرض هذا الفيلم، خصوصا بعد خبر انفصالك عن زوجتك الفنانة بوسي؟ شوفي، بيظل فيلم حبيبي دائما، وده سحر السينما، وثيقة حية. وثيقة حية بتعبر عن مشاعر حقيقية في قصة حب حقيقية، وبين قوسين قصة حبيبي دائما هي قصة حب عبد الحليم حافظ الحقيقية. بس طبعا أنا ما ينفعش أبقى مطرب، عملناه دكتور. الى الان اما بتفرج على حبيبي دائما فعلا بيأثر فيا جدا. وساره ومي ما بيقدروش يكملوا الفيلم، الجزء الاخير الحزين. ايوه. فانا فخور ان انا انتجت فيلم زي ده، وسعيد ان انا وبوسي حققنا دورين من اجمل ادوار حياتنا تحت قياده الراحل العبقري الكبير حسين كمال. اليوم وانت الفنان المحبوب يعني المنتشر، ماذا ترد على كل ما قيل في الصحافة العربية عن انفصال أجمل زوجين في الحياة الفنية العربية؟ أنا رافض أتكلم في الموضوع ده الحقيقة. لكن هقول كلمة واحدة، إن 12 إشاعات كتير. أنا من المؤمنين بأن الزمن بيثبت إذا كانت الإشاعات كاذبة ولا حقيقية. فأنا مع الزمن، ويكتشفوا إن كل اللي اتقال كذب. إن شاء الله. إن شاء الله.